لقد تقدمت بطعن دستوري ضد المفوضية القومية للانتخابات لإبعادها لي عن السباق الرئاسي بدون إبداء أسباب قانونية يوم 22/2/2010. وقبلت المحكمة الدستورية هذه الشكوى يوم 7/4 وأمرتني بدفع الرسوم، وقمت بدفع الرسوم فورا وفي الحال. ولما كان الوقت ضيقا والانتخابات على بواب، طلبت من المحكمة الدستورية بطلب وقتي لإيقاف الانتخابات حتى يتسنى لنا السير في هذه القضية بعد أن قبلتها المحكمة الدستورية. وطلبت مني المحكمة الدستورية بأن أقدم طلبا منفصلا بهذا الخصوص لإيقاف الانتخابات، وقمنا بذلك ودفعنا الرسوم. ولكن فوجئنا في يوم 8/4/2010 بأن المحكمة الدستورية تقوم بشطب العريضتين معا، إيقاف الانتخابات وأيضا بشطب عريضتي التي طلبت منها بأن تنظر فيها، لأن حقي الدستوري قد انتهك، ولأن المفوضية القومية قد احتادت الكذب علي جهارا نهارا، لأن لها أقوالا مفارقة ولها أقوالا غير صحيحة وفيها كثير من الكذب. وأعطيت هذه العرايض للمحكمة الدستورية، كما أنني أعطيتهم كثير من السي دي والدي في دي تشهد أن هنالك خروقات وأن هنالك أكاذيب من المفوضية القومية للانتخابات، حيث أنها قد كذبت علي عندما تقدمت للمحكمة العليا وقالت أن محمد الحسن لم يتقدم لديها بأي مستندات، وهذا طبعا مناف للحقيقة. أنا تقدمت بجميع المستندات ويشهد بذلك جميع الناس وجميع الإعلام كانوا موجودين في تلك اللحظة. وأيضا كذبت علي عندما ردت على المحكمة الدستورية بأن محمد الحسن قد حضر إليها وأخذ أورنيك الرئاسة، ولكنه لم يحضر في الوقت المحدد، وأنا قد حضرت في الوقت المحدد وفي ساعة الصفر، ويشهد على ذلك الإعلام ويشهد ذلك الدي في دي والسي دي وجميع المرشحين في ذلك اليوم وتلفزيون السودان وجميع الأعلام الخارجية والداخلية. ولكن لا أدري لماذا تكذب هذه المفوضية القومية للانتخابات. ولكن للأسف لقد التجأت للمحكمة الدستورية لكي أعاود حقي الذي انتقص، حقي الدستوري الذي ظلمت فيه. ولكن المحكمة الدستورية للأسف قامت بشطب العريضتين في آن واحد بدون أن تعطيني مهلة لكي حتى مهلة لكي تفحص وتنقب في هذا الأمر الجلل. فيجب أن يكون هنالك قضاء مستقلا وضاء عادلا نزيها، لأنه إن لم يكن هنالك عدالة لا يكون هنالك سلام. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا.